واحد متخلف بعت لي على الخاص وبيقول لي انت مال صرمك وارم من حسام حسن وعمل لا مؤاخذة ايه في امك. هعدي كلمة امك ديت وهقول له الموضوع انتوا ما تعرفوش يعني ايه تكون مصري في الغربة. احنا المصريين اللي موجودين في امريكا هنا زي اللي موجودين في مصر، فئة ضئيلة جدا جدا منهم اللي عندهم وعي وعندهم حب رشيد للبلد. انا ما بقولش التانيين ما بيحبوش البلد، لا، بس في فرق بين الحب الرشيد والحب الاهبل. هو حسام حسن ما بيحبش مصر، انا متأكد 100% انه بيحب مصر، بس بيحبها بطريقة الدبة الهبلة اللي عايزة تحميها تخبطها بالحجر في وشها عشان تطير الدبانة من على وشها. يا جدعان احنا بنعاني هنا، مش بس بنعاني من زي ما قلت لك قبل كده، انا اسمي محمد بيجي لي التليفون هاي محمد ويقعد يتريق عليا بالشكل ده. احنا بنعاني اللي هم المصريين المثقفين او المتعلمين في انه يحسن صورة مصر في الدول الغربية ديت اللي احنا عايشين فيها، لسبب بسيط جدا، لان في ناس متخلفين كتير في بلادنا وصلوا العالم انه يحتقرنا، فاصبح الصورة السائدة ان الغرب بيعتبر العربي انه متخلف. ده على فكرة والله العظيم ثلاثة لا ابالغ ولا اكذب بقى، ان في ناس كتيرة اول ما انا جيت البلد ديت كانوا متخيلين فعلا وبيكلموني على ان وسيلة الانتقال الرئيسية في مصر هي الجمل. انا مش عارف ايه اللي جاب الجمل لمصر، رغم ان بلد مصر مثلا يعني الموضوع الجمال فيها مش شائع، بس ربطونا بالسعودية والكلام ده نظرا للفكر ده الى هذه الدرجة. انا مش لا ابالغ ولا ببرركش، فبيبقى علينا عبء كبير قوي، لان كتير قوي من المصريين اللي هنا جهله برضه ومتخلفين وبيسيئوا الى مصر. فالموضوع بيجرحني وبيخصني انا من جوه اساسا. انا راخ كمصري مغترب، مش كمصري اللي هناك، كمصري مغترب. يهمني قوي ان انا احافظ على نفسي، يهمني قوي ان انا احافظ على صورتي، يهمني قوي ان انا احافظ على صورة ولادي. ما هم ولادي بيتعرفوا انهم عرب برضه، وبرضه الناس بتتريق عليهم هناك، وبرضه رغم انهم مولودين هنا وكل حاجه، الا ان كلمه عربي الموجوده في اسمه او في وصفه او وات ايفر، او لما حد بيساله بتسيء اليه. والعيال قالوا لي يا بابا احنا بنعاني. واخد بال سعادتك؟ قبل ما تعمل اللي انت بتعمله روح صلح وجهة نظر العالم، وصل لهم فكرة ان العربي انسان متحضر عادي خالص زيه زيك. انما لما تروح تأكد لهم الفكرة بتاعتهم ان العربي انسان همجي، لما تأكد لهم الفكرة بتاعتكم بتاعتهم ان العربي ناس متخلفين ارهابيين عايزين يموتوا الاسرائيليين. هم طبعا عايزين يموتوا الاسرائيليين، بس اسمه ايه ده ما يعرفوش كده. وحتى لو احتلال ولا ما احتلالش برضه مش بالطريقه دي ومش بالقتل، ومش انك انت تغزو زي 7 يناير دي ولا اسمها ايه وتقتل 1200 ولا اكتر مدني. لا، ما يعترفوش بهذا الاسلوب يا جدعان. واحد هيرد عليا يقول لي امريكا عماله تقتل. يا جدعان في فرق بين انك تقتل في حرب وغير حرب. ثانيا، مين اللي قال يعني ان ترامب ده مثلا احنا بنقول عليه ترامب عليه الصلاه والسلام مثلا؟ مين اللي قال ان ترامب ده راجل صح؟ مين اللي قال ان هتلر اللي قتل اليهود راجل صح؟ مين اللي قال ان اي حد؟ مين اللي قال ان نابليون راجل؟ مين اللي قال ان الغزوات اللي اتقتل فيها مئات الالوف صح؟ كله غلط. بس افهمها كده، خطأ زائد خطأ لا يساوي صواب. خطأ زائد خطأ لا يساوي صواب. فلما تكون انت سفير لبلدك بره، يبقى لازم تقطع نفسك
انك انت توصل الصوره المهذبه المحترمه عن شفت. يعني قارن بين تصرفات محمد صلاح، بقى كل ما يشوف القرد اللي عندنا اللي كانه داخل في طيزه وعصايه وعمال يتنطط، يقعد يروح يراضي ده ويراضي في الحكم ويراضي في اللعيبه ويا جدعان ويعمل ليه. راجل بروفيشنال، راجل بروفيشنال. انت ممكن يحصل عليك ظلم، ممكن يحصل اللي يحصل عليك، بس لما تيجي تتعامل مع هذا تعامل لما واحد يجي يضرك انت توقعه في الغلط، توقعه بطريقه او تفكر بانك انت تشتكيه بعد كده، تطول فيه، تعمل حاجه تقدر تعمل حاجة. انما اللي انت عملته ده ما بيضيفش حاجه، ده بيزود الفكر. ثانيا انت عايز اسال سؤال، انت رفعت علم فلسطين، طب وزعلان ليه لما واحد اسرائيلي رفع علم بلده، اسرائيلي ارجنتيني رفع علم بلده هناك وتفيت عليه؟ ليه ما حدش تف عليك لما رفعت علم فلسطين رغم انه علم فلسطين لا يخصك في شيء؟ افهمها، افهم. انت رفعت علم فلسطين بدون داعي وبدون مناسبه ولا يهمناش، وبقرار شخصي عشان انت بتحب فلسطين. مصري بقى عشان انت بتحب فلسطين، تروح في 60 داهيه مصر والمصريين، تروح في 60 داهيه كاس العالم بقى، تروح في 60 داهيه المهمه اللي مصر امنتك عليها، 60 داهيه. طيب لما انت بقى عملت كده زعلان ليه من الاسرائيلي اللي رفع علم بلده وتفيت عليه؟ افهمها يعني، افهمها. هو مش كل واحد الحق انه يرفع، ده رفع علم بلده، انت رفعت علم دوله تانية غير بلدك. المهم الفيديو ده مش عن الموضوع ده لان اتكلمنا فيه كتير قوي، الناس كتير قوي اتكلمت فيه. الفكره كلها ان انا محروق ومنقوط، مش عشان الكوره. انا عمري ما كنت راجل بتاع كوره، وعمري ما اتكلمت في الكوره على فكره. اتحدى ان حد يجيب لي اي حاجه ان انا اتكلمت في الكوره. انا مش بتاع كوره ولا عمري ولا افهمش في الكوره كتير، يعني البدايات بتاع الكلام ده. كنت بلعب كره الشراب زمان، كنت خايب في اللعب، مانيش قد كده برضو. يعني انا اللي يهمني في الموضوع يا جدعان هو سمعتي. انا بقالي هنا فوق ال 40 سنه ببني في بحسن في صوره مصر. كل ما بني ادم بيقابلني بحسن في صوره مصر، لا يمكن بتفوتني فرصه ان انا ما احسنش فيها صوره مصر. تقوم انت تيجي تضيعني كده ليه؟ انت تطلع مين؟ ده انت فاشل، رحت ولا جيت انت انسان فاشل. ايه مين اللي قال ان اللعب في الكوره والكلام الفاضي اللي انت بتعمله ده، مين اللي قال ان ديت من مظاهر التقدم، ولا ان دي حاجه يعني بتديك الحاجه؟ زي ما كل واحد ممثل يطلع يقول لك انت عارف انا مين، والتانيه ايه الهبل اللي انتوا فيه ده يا ناس؟ ما شفتوش يعني ايه تقدم، ما شفتوش يعني ايه حضاره، ما تعرفوش يعني ايه ان الانسان يبقى له قيمه، ما يعني ايه ان الانسان يقدم فعلا بدون ما يتمظهر. احنا في بلد اول ما بتنزل من مطار القاهره اول كلمه بتسمعها انت عارف انت بتكلم مين. ايه يا جدعان اللي انتوا فيه ده؟ ايه يا جدعان الامراض اللي انتوا فيها دي؟ يا ناس حرام عليكم. احنا بنتاذي، ولادنا بتتاذي بسببكم. مش كده يا ناس؟